مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بريسي ام. بطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. جرت مكالمه هاتفيه بين رئيس الجمهوريه التونسي قيس سعيد والسيد شارل ميشيل رئيس المجلس الاوروبي، وتم خلال هذه المكالمه التطرق الى عدد من المواضيع، من بينها خاصه ملف الهجره والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي الى جانب العلاقات الاستراتيجيه مع دول الاتحاد الاوروبي. وجدد رئيس الجمهوريه موقفه من ظاهره الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقارنتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكرا بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية، وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط. كما ذكر رئيس الجمهورية بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارس إلا لحدودها، ووضح بأن هنالك جماعات إجرامية تتجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكد على أن تونس ترفض أن تكون ممر العبور أو مكانا للتوطين. كما أوضح رئيس الجمهورية موقفه من وصفات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن اتفاقية برايتون ليست قدر الإنسانية، وأن الشروط أو الإملاءات غير مقبولة لأنها لو طبقت كما جربت سنة 1984 ستؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي. ودعا رئيس الجمهورية إلى التفكير معا في عالم جديد يقوم على العدل، لأنه بدون عدل ستكون الممالك والدول مجرد شركات أو مؤسسات لا هم لها سوى الربح بكل الطرق. كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة التعاون في مجال الطاقات المتجددة، حيث أشار رئيس الجمهورية في هذا الإطار إلى وجود عدد كبير من فرص المشاريع في تونس بالنظر إلى توفير المناخ الملائم لهذا الصنف من الطاقة البديلة والمتجددة التي هي المستقبل، ويمكن أن تكون لنا شراكة متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.